سلام خوتي وخواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم ندى شانيل. الا كنتوا زوار جداد للقناه فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو ديما توصلوا بجديد القناه. لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وتعاليقكم بخصوص الموضوع. اهداء لوالدها الراحل بسمة بوسيل تغني كوفر جديد، فخليكم معايا باش تعرفوا التفاصيل. كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن استعدادها لإصدار كوفر جديد عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام خلال نهاية الأسبوع. وقررت بسمة بوسيل إهداء الكوفر الجديد لوالدها الراحل حسب ما أعلنت عنه عبر حسابها الشخصي على انستغرام، حيث ستعيد غناء أغنية فنان العرب محمد عبدو الأماكن. ونشرت بوسيل مقطعا من الكوفر أرفقته بتعليق كتبت فيه: كوفر جديد لهذا الويكند. هاد الأغنية كان بابا كيوصلني الكوليج وكيبقى يحفظها لي كل صباح. عمري حسيت بكلامها حتى مات، اللهم ارحم أبي واغفر له. ويذكر أن آخر كوفر أصدرته الفنانة المغربية بسمة بوسيل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام قررت أن تهديها لابنها آدم. فكما سمعت اخوتي، فبسمة بوسيل رجعت الغناء من بعد ما تم الطلاق بينها وبين الفنان تامر حسني، وهذه المره كوفر جديد. غتعاود اغنيه ديال الفنان العرب محمد عبدو الاماكن، وهي كتهديها لروح الوالد ديالها، الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.